السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن شهيواتنا كنقترح عليكم اليوم هاد الشهيوة اللذيذة جدا والسهلة والسريعة ما كتاخدش وقت، يعني أسرع غديوة على الإطلاق ممكن تعملوها. غير هو حابة نوه بواحد المسألة، أن هذه راها يعني كنت مقرراها ضمن وصفات عيد الأضحى، وغادي تكون هذه هي آخر وصفة بالسلامة والعافية، يعني ضمن هاد الوصفات هادو ديال اللحم وديال العيد الكبير بالتحديد. لأنني كنت عاملة واحد العدد فصافي كملتهم دابا، غير تأخرت في أنني نشرها لكم. الوصفة سريعة بزاف، ما كتاخدش وقت، ومعها اقتراح آخر. غير الوقت ما سعفنيش في هذا الفيديو هذا باش نعملها لكم في مرة. يعني زوج وصفات سريعة، هذه اللحم يعني مشوي ومحمر ومجمر، بلا فحم، بلا يعني بلا فاخر، بلا فران، بلا تعب، بلا ما يدخلك راسك، بلا حتى شي حاجه. يعني سريعه بزاف، وكيجي لذيذ، وكيجي حتى اللون ديالو محمر، وكيجي بنين، وكتجي فيه حتى النكهه الشواء اذا ضفتو واحد المكون. غادي نبداو اولا. عندنا اللحم، يعني المقدار ديال اللحم والنوعيه ديال اللحم اللي عندكم اللي متوفر. انا بالنسبه ليا هذاك الكوتليت الغليظ بزاف اللي ما كينفعش في الفحم فهو اللي كنعمل به هذه الوصفه هذه. الكميه حسب حسب عدد الافراد بطبيعه الحال. والحيمات لازم يكون فيهم الشحمه، كتعرفوا الكوتليت راه كيكون فيه الشحمه. غادي نتبلوه بالملح، يعني عملوا قياسكم ديال الملح. هو ما تملحوش بزاف الصراحه، لان ممكن حتى الا طاب تحطوا معاه الملح والكمون ولا الملح والقزبر يابس. غادي نعملو هنا. انا عندي العطريه ديال الشواء، كنشريها واجده هكذا، وكنزيد عليها التحميره الفيومي، يعني البابريكا المدخنه. الا ما متوفرش عندكم هاد العطريه ديال الشواء، راه كتاخدوها من عند العطار ولا من عند مول الزيتون. الا ما لقيتوهاش خذوا العطريه ديال الكفته. الكفته طبيعه الحال اللي مشويه، وضيفوا عليها هذيك البابريكا المدخنه او التحميره فيومي. كتجي هائله هاد التتبيله هذه. ما توفرتش عندكم، عملوا التتبيله اللي كنعملوا في بولفاف او لا في المشوي العادي او لا في القطبان العاديين ديالنا. وحبذا لو تكون هاد التحميره الفيومي، لان كتعطي نكهه زوينه. هنايا انا تبلتهم تقريبا بواحد 2 المعالق ونص صغار. ولا بد الا ما توفرتش هاد العطريه اللي قلت لكم، التحميره العاديه عملوها، هي اللي غادي تعطيكم داك اللون المحمر الجميل اللي غادي نحصلوا عليه في الاخير. هنايا تبلتهم بالملح وبديك العطريه، وغادي نبدا نقلب باش القطع ديال اللحم يعني تاخذ العطريه من هاد الوجه ومن الوجه الاخر. هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال العطريه، قلت لكم 2 معالق صغار ونص، معلقه راه غير صغيورين. غادي نتبل هذا اللحم هذا، ما يحتاجش يعني تنقعوه ولا شي حاجه. انا هكذاك جبدته وتبلته وبديت به العمل مباشره. غتاخذوا طنجره الضغط، حبذا لو تكون طنجره الضغط واسعه باش كل طريف د اللحم ياخذ بلاصتو. غادي تعملوا 2 معالق ديال الزبده انا عاملاها حيوانيه. هاد الزبده هذه غادي تنفعكم في الاخير، راح انتم غادي تشوفوا معايا في الاخير علاش خصنا نعملوا الزبده، وكذلك اللحم يكون فيه طريفه الشحمه. غادي نحط تقريبا معلقه ونص لتحت ديال الزبده، وغادي نبقى نستف فوقها ونرتب القطع ديال اللحم. حبذا لو كل قطعه تشد بلاصتها في الطنجره، ولكن الا ما لقيتوش زاحموا وحطوا شي. انا هنا مثلا حطيت 2 طريفات الفوق، ولكن حاولت التحتانيين نزاحمهم باش يشدوا بلايصهم. هنايا بعد ما حطيتهم ورتبتهم في طنجره الضغط، غادي نوزع داك تقريبا نصف ملعقه كبيره اللي بقات ليا ديال الزبده بطبيعه الحال، وغنأكد عليها زبده حيوانيه ممتازه. صافي دابا غادي نسد عليها الطنجره، وغادي نعمل الصفاره، وغادي نحطها فوق النار. في الاول النار كانت متوسطه، يعني غير كتلاحظوا كنعملها على نار متوسطه. فقط تلاحظوا ان الصفاره ماشي حتى دارت، غير بدا كيطلع منها هذا البخار هذا، ودورتها انايا ودارت بالجهد. ديك الساعات غادي تخليو النار ما بين الهادي والمتوسط. هنايا 30 دقيقه، 30 دقيقة بالضبط. فتحت عليها بعد ما دارت الصفارة، بعد ما لاحظت البخار كيطلع، فتحت عليها لقيت الحيمات راهم طابوا خلاص، راهم كتليطات، يعني راه ماشي كبار. غادي تزيدوا المدة الا كانوا قطريفات د اللحم كبار. كل ما كيكونوا القطع كبار وغلاض كل ما كتزيدوا المدة. هنايا لاحظوا انه طلق السوائل، شوفوا الكمية ديال السوائل اللي طلق. وراه هو تحمر
والريحه اللي فيه ممتازه. هنا غادي نعمل ديك الحركه باش دوك القطع اللي الفوق ياخذوا ديك المريقه وديك الزبده اللي عملنا. الدور ديالها هنايا غادي نخليه مفتوحه عليه النار يعني متوسطه، وغنخليه معري باش يبدا يتحمر، وشويه شويه كنقلب فحال هكذا. مده التحمار ما خداتش ليا بزاف، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. كان اللحم صافي تجمر كله وخدا اللون ديال التحمر. ها نتوما شوفوا اش كيبقاو الدهون كاملين تما كينزلوا. وها اللحيمات ديالنا كما كتشوفوا محمرين، والدهون كلها لا ديال الزبده ولا الشحمه كلها بقات في طنجره الضغط. يعني هاد الطريقه راه كتبقى صحيه وجميله جدا. هانتوما يا كتشوفوا القطع كي دايرين، اللون ديالهم ما شاء الله كيشهي. يعني كنديروهم في الفران وفي الفخر الصراحه وما كيجيوش هكذا. هذا كان الاقتراح ديال الغدا. رافقته بديك المكرونه اللي غادي نحطها لكم في فيديو ايطاليه سريعه جدا وجميله. هو الوصفات بجوج صراحه. وهذيك اللوبيا كانت باقيه عندي، خبيتها في الكونجيلاتور وجبتها سخنتها. يعني رافقت بها هاد الاطباق هذه. يعني اقتراح جميل وسريع ولذيذ جدا. اللحم راه كيجي بنين وكيجي فتي ودايب. يعني راه غير نسيت ما صورتش اللقطه ديال انني كنقطع لكم شي شنيتيفه هكذا ديال اللحم باش تشوفوه كيفاش دايب وكيفاش كيجري هكذا بين الصباع. يعني ما كت الصراحه الفاخر والفران بعض المرات كيقصحوا الحاجه. هكذا جاي طايب دايب تماما ولذيذ بزاف. وكنصحكم تجربوها، اعملوها حتى مع اللحم عادي قطع، المهم انهم يكونوا مقطعين صغار.